والعصر إن الإنسان لفي خسر. إن الإنسان حقيقة لفي خسر. الله تبارك وتعالى أكد هذا الكلام بعدة مؤكدات. أولاً أقسم تبارك وتعالى، والقسم من أساليب التأكيد، واستعمل تبارك وتعالى كلمة إن، وهي أيضاً من ألفاظ التأكيد، وأدخل الخبر تبارك وتعالى اللام فقال إن الإنسان لفي خسر، وهي أيضاً من ألفاظ التأكيد. أكد الكلام بعدة تأكيدات وقال إن الإنسان لفي خسر. الحقيقة التي لا حقيقة بعدها أن الإنسان لفي خسارة واضحة. حياته في خسارة، ماله في خسارة، أولاده في خسارة، مناصبه في خسارة، شؤونه كلها في خسارة. نعم، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا من اتصف بهذه الصفات التي استثنى الله تبارك وتعالى أهلها. نعم، يكون سعيدا في الدنيا وفي الآخرة. أما من لم يتحقق فيه هذه الصفات فلا شك أنه خاسر في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا لأنه لا يستفيد من حياته شيء سوى التعب، وفي الآخرة لأنه سيصير إلى العذاب وإلى العقاب وإلى ما لا يحمد عقباه، فيخسر في الدنيا وفي الآخرة ويكون شقيا في الدنيا وفي الآخرة. إلا من اتصف بهذه الصفات وتحققت فيه أسباب النجاة. ما هي هذه الأسباب؟ أسباب النجاة من الخسارة، أسباب النجاة من الشقاوة، أسباب النجاة من الضلال، أسباب النجاة الحقيقية. إلا الذين آمنوا. الإيمان الصحيح، الإيمان الحقيقي، الإيمان الذي وقر في القلب وصدقه العمل، الإيمان الذي امتثلت به سائر الجوارح، الإيمان الحقيقي بكل ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الركن الأول الذي يخرج به الإنسان من الشقاوة والخسارة في الدارين. نعم، من لم يتحقق الإيمان في قلبه فهو في خسارة. ولهذا نجزم بأن سائر الكفار بشتى أديانهم بمختلف معتقداتهم هم في خسارة، في خسارة لا تنجيهم منها الأموال، لا تنجيهم منها المناصب، لا تنجيهم منها الممتلكات والمستحقات والزخارف الشهوات الدنيوية. نعم، داء لا علاج له. الكفر والإلحاد هو السبب الرئيس للشقاوة، والمخرج من هذه الشقاوة هو الإيمان. ولهذا الله تبارك وتعالى جعل الإيمان ركنا من الأركان التي يسعد بها الإنسان في الدنيا والآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، أي في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، أي في الآخرة، فيكون سعيدا في الدنيا وسعيدا في الآخرة. ما السبب؟ ما الموجب لهذه السعادة؟ هو الإيمان الحقيقي. إذن إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الركن الثاني والسبب الثاني من أسباب الخروج من مأزق الشقاوة هو أن يعمل، أن يأتي بالعمل، أن يمتثل بالفرائض،
أن يحول الإيمان من عمل قلبي إلى عمل الجوارح، فتمتثل الجوارح، اللسان، الأيدي، الأرجل، الفروج، جميع الجوارح تتحول عاملة في طاعة الله تبارك وتعالى، فيكون العبد قد حقق الاستسلام الظاهر والاستسلام الباطن. استسلام الباطن الذي هو التصديق والإقرار وعمل القلب، وأيضا الاستسلام الظاهر الذي هو عمل الجوارح. ولذلك نفهم قول أهل السنة والجماعة وعلماء السلف والصحابة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، ولا يكفي واحد من هذه الثلاث، أو لا يغني واحد من هذه الثلاث عن الآخر. إنسان لا يمتثل، لا يقوم بعمل، لا يقوم بطاعة، لا يؤدي الصلاة، لا يؤدي الزكاة، لا يحج البيت، ومع ذلك يقول الإيمان ما في القلوب. أنا مؤمن، أنا مؤمن ولا تعمل، مؤمن ولا تشتغل، مؤمن ولا تطيع. لا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الطاعات، الفرائض، الواجبات، لا بد أن يمتثل. لذلك يخرج المرء من الشقاوة، لأن العمل والقول، العمل هو الذي يرفع القول، كما جاء في القرآن الكريم: القول وحده لا يكفي، إليه يصعد الكلم الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. العمل الصالح يرفع إيش؟ يرفع الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة كلمة التوحيد، قول اللسان يرفعه العمل الصالح. أما بدون عمل فلا، بدون عمل فلا. لابد أن يكون المرء المسلم المؤمن حقا، لابد أن يمتثل أوامر الله تبارك وتعالى، أوامر الله المتعلقة في العقائد، المتعلقة في العبادات، المتعلقة في شؤون المال وشؤون الاقتصاد، المتعلقة في العائلة والأسرة وتربية الأولاد، المتعلقة في سائر شؤونه في الحياة. لا بد أن يكون مستسلما لكل أوامر الله بقدر الاستطاعة، بقدر الاستطاعة، لكن أن يكون عنده استعداد للعمل بهذا الدين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذن الدين عمل، الدين عمل. وتواصوا بالحق، ثم لا يكفي العمل فقط، حتى تضيف إليه التوصية، الإيصاء، توصي الناس بالحق، تقوم بالدعوة، تقوم بأن تحرض الناس على طاعة الله، على التزام الحق، على التزام الكتاب والسنة، إيصاء الحق، أن تقوم بدعوة الناس إلى الحق، أن تقوم بالسعي إلى إقناع الناس أن يكونوا ممتثلين لأمر الله تبارك وتعالى. إذن لا بد من القيام بهذا الركن، بركن وصية الحق، أن تكون قائما بالحق، أن تكون قائما بالدعوة إلى الحق بكل ما تستطيع. إن كنت ممن يستطيع أن يقول الحق فقل، إن كنت ممن يستطيع أن يكتب فاكتب، إن كنت ممن يستطيع أن يدفع المال فادفع، إن كنت تستطيع أن تنفع في مجال ما من المجالات التي تنفع الدين والدنيا فقم به. إذن إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. ركن ثالث لا بد لمن أراد أن يخرج من الشقاوة أن يمتثل به بقدر الاستطاعة.
أما أن ترى المنكر وترى الفواحش وترى المخالفات ولا ترى في نفسك شيء، نعم، لا تكره أدنى شيء، أصبحت من مألوفاتك، من المعتاد عندك، ليس عندك أدنى حساسية مع المنكرات والمخالفات الشائعة. ذلك دليل واضح على ضعف الإيمان أو عدم الإيمان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. وليس وراء ذلك، في حديث آخر: ليس وراء ذلك حبة خردل في الإيمان. أما حديث أبي سعيد هذا: وذلك أضعف الإيمان. نعم، إما أن تقوم بالحق بيدك إن كنت ذا قدرة، ذا نفوذ، ذا سلطان، عندك قدرة، نعم، تقوم بالحق بما تملكه من القدرات، بما عندك من الاستطاعة والسلطة، بحيث تكون الدولة وأجهزتها داعمة وقائمة بهذا الواجب. لا تستطيع أن تقوم باليد، ضعيف، إذن باللسان تكلم، قل، لا تسكت، أنكر المنكر. لا تستطيع، لم يبق معك إلا أن تكرهه من القلب. بعد الكراهة، ليس بعد الكراهة شيء من الإيمان. نعم، من أنكر باللسان باليد سلم، ومن أنكر المنكر باللسان سلم، ومن أنكره بالقلب سلم. لكن من لم ينكر المنكر من قلبه فذلك دليل على عدم الإيمان أو ضعفه. إذن أيها الأحبة في الله، وتواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر الذي هو الركن الرابع من أركان النجاة من الشقاوة في الدارين، وهو أن تصبر، بل أن توصي الناس بالصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى قضاء الله وقدره. نعم، تصبر وتحتمل الأذى في سبيل الله. نعم، تواجه التحديات في سبيل الله. المؤمن يبتلى بإيمانه، العامل يبتلى بعمله، القائم بالدعوة بالحق يبتلى بقيامه هذا. كل ذلك بحاجة إلى الصبر والمصابرة واحتمال الأذى في سبيل الله، واحتمال الأذى في سبيل الله، إذ ما أعطي أحد عطاء أوسع وأعظم عند الله تبارك وتعالى من الصبر. بالصبر ممكن تواجه كل التحديات. تسجن لدينك تصبر، تشاع عنك الدعايات والافتراءات تصبر، تقتل لدينك ولمبدئك تصبر، تقوم لدين الله تبارك وتعالى تبتلى تصبر. إذ الدنيا كلها ما هي إلا دار ابتلاء، دار ابتلاء وتمحيص. إذن على العبد المسلم لا أن يصبر وحده فقط، لكن يصبر الناس، يصبر، يأمرهم بالصبر، يأمرهم بالاحتمال الأذى في سبيل الله تبارك وتعالى. بتحقيق هذه الأركان الأربعة يمكن للإنسان أن يخرج من الشقاوة والخسارة في الدنيا والآخرة، وبدونها يكون الإنسان واقعا في الخسارة بصورة كلية أو جزئية بقدر ما حقق من هذه الأركان الأربعة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. أيها الأحبة في الله، الله تبارك وتعالى جعل النجاة كل النجاة في اتباع هديه، وجعل الخسارة كل الخسارة في مخالفة أمره والإعراض عن ذكره. يقول تبارك وتعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، أي في الدنيا، ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إما يأتينكم مني هدى، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل في الدنيا، لا يضل أي في الدنيا، ولا يشقى أي في الآخرة، سعادة في الدارين. ومن أعرض عن ذكري، عن القرآن، عن السنة، عن الطاعة، عن أداء الفرائض، من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، شقاوة في الدنيا، ونحشره يوم القيامة أعمى، شقاوة في الآخرة. جمع الله له الشقاوتين كما جمع للأول السعادتين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من السعداء وأن ينجينا من الشقاوة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولليال الله تبارك وتعالى wuxuu ku dhaartay ibn aadamku inuu khasaarsan yahay afar qodob ruuxii laga waayo: iimaan sax ah iyo dhaqan iyo camal oo diinta ula yimaado, iyo xaqa oo uu dadka u dardaarmo u shaqeeyo ka shaqeeyo, iyo intaa in lagu sabro oo loo dulqaato oo uu dadka u dardaarmo. inta ruuxii laga waayo waa khasaarsan yahay buu rabbigeen ku dhaartay tabaaraka wa tacaala. khasaaraha intaa la eg ee adduuniya aakhiraba ruuxa wada gaadhayahay, xoolana kama badbaadin karaan, adduunyana kama badbaadin karto, jago iyo kursina ma badbaadin karo, shahawaad iyo adduunyadii quruxdeed loo furayna kama badbaadin karto. waxa ku badbaadin kara waa iimaan saxa, camal iyo taaca rabbiyood ku dartood xubnahaaga ilaahay ku ateecda allihii ku siiyey, xaqa aad rumaysayeed raacdayna inaad u shaqayso, dadka gaadhsiiso, ood ka shaqayso siduu ku faafi lahaa, dadkuna ku haysan lahaayeen. sabir iyo adkaysi dhibka kaa soo gaadhaya ama dadka soo gaadhaya in lagu sabro oo dhibaatooyinka diintaada soo gaadhaya aynan keenin inaad diinta ka cararto. allah tabaaraka wa tacaala isla sidoo kale ayuu inoo sheegayaa markii nabiyullaahi aadam rabbi tabaaraka wa tacaala dhulka u soo dejiyey, kelimadana la soo raacay: haddii hanuunkaygu idin yimaado buu rabbi yidhi tabaaraka wa tacaala, hanuunkayga ciddii raacda ruuxaasi adduunkana lumi maayo, aakharana dhibaata ku dhici mayso oo dhurdarre iyo cadaab taaban maayo. ruuxii ka jeesada dikrigayga idin yimid ee rasuulku idin keenay, adduunkana nolol cidhiidhi abuu leeyahay, aakharana isagoo indhala baa la keeni doonaa. markaasuu dhihi doonaa rabbiyow maxaad ii keentay anoon indhalahayn, adduunka wax baan arki jiray. allah tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyahay aayaadkaygii baa kuu yimid, xaqii baa laguu sheegay, waad iska indhatirtay, waad diiday, abaalkaagu wuxuu noqday maanta adoo indhala in lagu keeno, kadibna cadaabkaa loo kaxaynaya. sidaad aayaadka rabbi isaga indhirtitood uga tagtood isu halmaansiisay baa adigana maanta naarta lagaaga tegayaa. liibaanta adduunya waxay ku jirtaa inaad diin leedahay, liibaanta aakharana waxay ku jirtaa inaad diin leedahay. aakhariya adduunna khasaarahaagu wuxuu ku jiraa inaad diin la-aan noqoto. diinta, iimaanka, camalka, taacada rabbi ha lagu dadaalo. اللهم صل وسلم على رسولك وعبدك محمد صلوات ربي وسلامه عليه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده الصالحين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.
اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام بسوء فأشغله في نفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره في تدميره يا حي يا قيوم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأقيموا الصلاة.